من فيلم السينما للانتخابات، كل حاجة بتحصل في مصر يهتم بيها الرأي العام كله، يهتم بيها المجتمع كله، يبقى فيه بخصوصها يعني 100 وجهة نظر و1000 وجهة نظر مختلفين، وكل واحد من أصحاب وجهات النظر دول بيحاول إنه يلزم بيها المجتمع كله. الدكتور مبروك عطية، احنا عندنا دلوقتي فعلا كل حاجة بتحصل على مستوى انها تبقى قضية تخص الرأي العام أو يبقى مهتم بيها، من الفيلم للانتخابات. خليني يعني بيبقى فيها أكتر من وجهة نظر. خلينا نبدأ مسألة الفيلم مثلا. الأزهر له رؤية معينة بخصوص فيلم معين، أي فيلم، واتعمل في مجتمع غربي، وأنت منفتح على العالم الغربي، وجزء منه آخر الأفلام مثلا تم تصويرها هنا، كويس؟ وفي رأي بيقول إيه؟ أنا مش مضطر أفرض عليهم وجهة نظري أو عقيدتي. الازهر بيقول لا، بس انا من حقي لانه يخالف عقيدتي ان انا اقفله وامنعه. بينما على الجانب الاخر قد يكون وزير الثقافه انه فيما يتعلق مثلا بتجسيد الانبياء، او بانه لا يمثل الناس دي، ما اعرفهمش لكن مهم اعرف بيفكروا ازاي، وبالتالي مش الازهر مش المفروض انه يمنعه. اعمل ايه انا بقى؟ انا مواطن. لا انت المواطن، ما وخصوصا انه الفيلم، هقول لحضرتك حاجه، الفيلم هيبقى موجود معايا هنا استنى لحظه واحده ومتاح. بص حبيبي، اتفضل. انا ليه راي مختلف في اللي انت قلته حتى عن الازهر، وانا ازهري. انا شايف ان تجسيد الانبياء لا شيء فيه، وهكلمك واشرح لك واقول لك انا دليلي ايه ورؤيتي. اشرح لي، عشان مش انا اللي هنتقدك، هتلاقي ناس كتير قوي بتهاجمك في السياق. يعملوا يعني هيعملوا ليه؟ وقفوا لي في الشارع ان انا ماشي هيذبحوني مثلا؟ انا قلت كفر في ايه؟ وجهه نظر، انا بقول لك دليلي، اقتنع بيها اقتنع بيها، وهو هقول لك الاجابه على سؤالك. ما انتش عايز تقتنع بيها حطها في السله اللي جنبك. انا بفرض عليك؟ لا ما اقصدش، يعني انا بقول لك رؤيتي وما اقدرش اكتم علم انا توصلت اليه، وهقول لك وجهه نظر المخالفه حكمتها ايه، وانا هقول لك انا رايي ايه. عشان ساعات الواحد لما بيسمع كلام بيتألزم قوي وبيتعب وبيورم كمان، بيسمع كلام فيه همبكه ودجل وكلام مش علمي. فخليني الاول اقول لك انت قلت ايه. انا مع يعني بس معلش هقول لك معلش ثانيه واحده. حضرتك لما هنا بتقول كلام مش علمي ودجل، ده بيخص اي كلام، كل القيادات بلا استثناء. لا انا فيما يتعلق بتجسيد الانبياء. لا ماليش دعوه بالقيادات، انا لي دعوه بالاعلام. كل من استدعوا للكلام في مجال الاعلام عن تجسيد الانبياء رايهم مع احترامي وتقديري لكل الدنيا اللي في العالم مش علمي. طب اتفضل مش علمي يعني. هقول لك وجهه نظري، بس لا لازم ابدا بسؤالك، سيبك من وجهه نظري واللي قالوه. أيوه. لكن انا شايف انت كمتلقي اعمل ايه؟ انت بتسالني بتقول اعمل ايه؟ أيوه. اعمل ايه ازاي؟ انت مغلوب على امرك يا حبيبي. انت اللي يتفقوا عليه الدنيا هتشوفه، سواء كان فيلم ولا ما فيلمش ولا كيلو اللحمه. تعمل ايه في ايه؟ قول لي بالله عليك، هو الفرد يعمل ايه؟ متلقي. يعني انا املك حريه الاختيار، اختار قرار يعني. اختار. هتعمل فيلم يشرف؟ لا يعني انا لما اقول لك الفيلم ده تجسيد الانبياء فيه والرساله، انت مش في فيلم اسمه الرساله؟ ايوه كويس قوي. الفيلم ده لا يجوز وهو موجود تقدر تشوفه. ايوه مفيش مشكله على الاطلاق. انت بتشوف ايه يعني؟ بتشوف فيلم عريان؟ بتشوف فحشه؟ مفيش مشكله. انا ليه راي. اتفضل. تقول لي الازهر شايف ايه؟ هقول لك الازهر يرى ان الانبياء لا يجسدون. ليه يا ازهر؟ هيقول لك دي شخصيات محترمه جدا وعاليه قوي، فلازم احنا نبعد عنها ولا ننكشهاش ولا نقلش من كرامتها. أيوه. لان دي مصطفى يعني مختار طاهر. أيوه. ده بوصل لحد بعضهم يقول لك عمر لا، ابو بكر لا، بتاعي نقينا، يعني اجازنا بعض الصحابه ومنعنا بعض الصحابه. في ايه؟ عايز افهم. طيب الرسول محدش ينكشه، فخليه كده بالايه، بلفته الحلوه وبجماله وبكماله بتاع وجهه نظر اهي. وبعدين تيجي لك حته بقى اللي هي تغيظني انا. أيوه. اللي هيعمل سيدنا محمد او سيدنا عيسى بعد 3 ايام هيعمل الواد المجنون ابو موبايل اللي واقف بيشرب. هو انا حمار؟ هو انا كمشاهد حمار مش عارف ان ده ارتيست وانه ممثل؟